هل آلام والشد العضلي، او هل ألم والشد العضلي بالنسبة لنا في الرقبة يسبب بالنسبة لنا آلام في الظهر؟ اعتقد ان انا قبل ما اجاوب دلوقتي على السؤال حضراتكم هتجاوبوا مكاني وهتقولوا ممكن يسبب بالنسبة لنا مشاكل في اسفل الظهر. طب ليه لما يحصل بقى بالنسبة لنا شد عضلي في الرقبة هيسبب بالنسبة لي كمان شد عضلي في اسفل الظهر؟ انت هتجاوب على السؤال وهتقول لي لا يا دكتور انا دلوقتي بقيت فاهم، حصل مشكلة في الرقبة فالعمود الفقري بدأ ان هو يغير من شكله نتيجة ان العلاج بالنسبة لنا ما حصلش، وبالتالي الفقرات القطنية او الجزء بتاع اسفل الظهر بشكل كامل بدأ ان هو يتأثر بالنسبة لي، فالمريض بدل ما كان عنده مشاكل في الرقبة بس هيبقى عنده كمان مشاكل في اسفل الظهر. اقول لك انا فرحان بيك جدا ومبسوط بيك جدا 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 يعني. بس في كمان نقطة كمان واحنا بنتكلم عن الشد العضلي بالنسبة لنا بالذات، واحنا بنتكلم عن الماسل اسبازم سواء كان كرونيك او سواء كان حتى اكيوت، يعني لسه جاي بالنسبة لنا شد عضلي لسه الانسان حديث الاصابة بيه، او شد عضلي مزمن موجود مع الانسان. الشد العضلي المزمن هو اللي ممكن يأثر بالنسبة لنا على الفقرات القطنية او في اسفل الظهر، لان الشد العضلي ده معناه، او الشد العضلي المزمن معناه ان هو موجود من زمان، وبالتالي لما بيحصل بالنسبة لنا شد عضلي وبيقلب بعد كده بالنسبة لنا كمان لكرونيك يعني مزمن، بيحصل بالنسبة لي حاجتين. اول حاجة ان هو بيؤدي بعد كده لاستقامة الرقبة، واحنا شرحناها اكتر من مرة مش هنخش في التفاصيل. العضلات بدأت بالنسبة لنا ان هي تتأثر، يحصل فيها ضعف، الطول بالنسبة لها يتأثر، والعضلات بتبقى هي اللي مسؤولة عن الفيرتبرال انستابيليتي او الفيرتبرال ستابيليتي او التوازن بتاع الفقرة والشكل الصحيح بالنسبة لنا فيها، والانحناء الطبيعي اللي بيكون موجود في الرقبة. لما يحصل شد عضلي يحصل بالنسبة لنا استقامة في الفقرات العنقية، واحنا قلنا قبل كده ان كل مريض استقامة فقرات عنقية اكيد بيعاني بالنسبة لي من الشد العضلي، بس مش كل مريض شد عضلي بالنسبة لي في الرقبة بيعاني من استقامة الفقرات العنقية، واحنا شرحنا النقطة دي. بس في نقطة كمان زائد اللي حضرتك قلت وتفضلت بيه، وهو كلام صحيح بنسبة 100%، ان احنا عندنا العضلات بتاعة الظهر بالذات، وانا بتكلم هنا في الظهر من الرقبة لحد تحت في الفقرات العجوزية والعصعصية. ربنا سبحانه وتعالى بيكون خالق لنا طبقات بالنسبة لنا من العضلات، ما بيكونش عضلة واحدة فقط، ما بتكونش طبقة واحدة بس بالنسبة لي من العضلات، ما بتكونش بالنسبة لي عضلة واحدة بس مثلا هي اللي بتربط ما بين نقطة والأخرى. لا، الموضوع بيكون كومبليكيتد، بيكون معقد شوية، بيكون عندنا عضلات كتير جدا بتربط ما بين أجزاء مختلفة بالنسبة لنا من العمود الفقري، وبالتالي لما بيحصل بالنسبة لي شد عضلي بيسيب مثلا عضلة معينة بتربط أكتر من نقطة بالنسبة لي في العمود الفقري، بيبقى شيء طبيعي جدا اللي لما بيحصل فيها شد عضلي بتأثر على كل المناطق اللي بيحصل أو اللي بتغذيها واللي بيكون ليها فانكشن فيها. فبالتالي لو عضلة مثلا بتربط بالنسبة لي بين الرقبة والأبر ثراسك أو الجزء العلوي بالنسبة لي من العمود الفقري، فبالتالي لما يحصل بالنسبة لي شد عضلي ممكن يأثر بالنسبة لي على الجزء العلوي من العمود الفقري، ممكن يأثر بالنسبة لي يسبب مشاكل في لوح الكتف، ممكن يسبب بالنسبة لي مشاكل في الفقرات الظهرية أو الثراسك نيرف، الفقرات الصدرية زي مثلا مشاكل زي تيفو سندروم أو هكذا، أو الكيفوتيك بوشر وهكذا. ممكن يأثر بالنسبة لي، وبالتالي الشد العضلي اللي بيحصل بالنسبة لنا في الرقبة ممكن يأثر بالنسبة لنا ويؤدي بعد كده لحدوث شد عضلي في الظهر، وكمان الشد العضلي اللي موجود بالنسبة لنا في الظهر ممكن يؤدي لحدوث شد عضلي في الرقبة ان لم يعالج. طيب يا دكتور علاج الشد العضلي اللي بيكون بالنسبه لنا ايه؟ اقول على حسب هل هو كرونيك يعني مزمن ولا حديث الاصابه يعني اكيوت. لو بالنسبه لنا اكيوت هنروح نكشف عند الدكتور، لازم نكشف عند الدكتور في كل الاحوال عشان نعمل الاشعه هي اللي هتبين بقى والله على حسب رؤيه الدكتور الحاله دي خفيفه ممكن نعمل فيها اكس راي من غير ما نحتاج الرنين او الام ار اي، الحاله دي محتاجه ان احنا نشوف فيها الام ار اي عشان نعرف هل اثر بالنسبه لنا على فقرات العمود الفقري ولا لا. لا، بعد ما نشوف بالنسبه لنا الاشعه هنعرف العلاج. لو الشد العضلي لسه الاصابه حديثه بيه وما اثرش الحمد لله بالنسبه لنا على حاجه، لازم فتره الراحه بتكون مهمه جدا جدا جدا. والعلاج الدوائي بالنسبه لنا اللي بيكون متمثل فيه بقى المسكنات والحاجات الانتي انفلاماتوري ومضادات الالتهاب والحاجات دي كلها بتكون مهمه بالنسبه لنا برضو جدا، ولكن الاهم بالنسبه لنا بتكون فتره الراحه. بدون فتره الراحه الشد العضلي مش هيخف، وفي اضعف الايمان لو ربنا سبحانه وتعالى كرمك، واحنا برضو في الاول وفي الاخر بنكون اسباب،
فالشفاء ده بيكون من عند ربنا سبحانه وتعالى. لو ربنا سبحانه وتعالى كرمك والشد العضلي ده بالنسبه لنا خف، فبدل ما كان هيخف في اسبوع ممكن هيخف في شهر، لان لازم بالنسبه لنا الراحه وان انا اريح العضلات عشان امنع ما يحصلش بعد كده اي ماسل سبازم او اي شد عضلي اضافي او اي تاثير على العضلات غير اللي هي كانت موجوده فيه.